يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلصنا خلاص. مين شال بقى الزينه ومين لسه ما شالش الزينه؟ انا مش عارفه دول. انا عايزه المهم مثلث ومش عارفه شلتوا الزينه ولا لسه؟ زعلانين كده ولا فرحانين ان انتوا خلصتوا من الصيام؟ لا طبعا كلنا زعلانين يعني. ربنا يعود الايام بخير ان شاء الله. كده دخلت اجازه طويله شويه، راجعه منها كده عايزه اعمل كل حاجه في وقت واحد، لان بصراحه انا استريحت جدا الاجازه. احنا بقى نشيل الحاجات دي كلها. عملتوا ايه بقى في اجازه العيد؟ عملتوا ايه؟ مين خرج ومين ما خرجش؟ ومين عمل ايه ومين جدد في يومه؟ وعرفتوا تظبطوا المواعيد ولا لسه؟ يعني احنا خارجين ولا عارفين ننام ولا نصحى امتى ولا ننظم المواعيد بتاعتنا ولا عارفين ننظم المواعيد بتاعتنا ولا عارفين اي حاجه. بس ايه، هي بياخد وقت كده شويه وبعدين بنرجع كده تبقى ايه الدنيا حلوه ان شاء الله. ان شاء الله نعمل روتين حلو قوي كده مع بعض. انا اللي هو يعني من قبل العيد هي تنظيف العيد وخلاص. انا زي ما انتم عارفين انا اصلا يعني التنظيفه بتاعتي بتبقى على رمضان، مش بيبقى على العيد ولا حاجه. على العيد اللي هو بوضب كده توضيبات عاديه خالص. يبقى بالنسبه لي العيد بتاعي انا رمضان صراحه. كل حاجه جديده عندي بفرشها في رمضان. فهنشيل كل ده بقى لحد ما الاقي كرتونه. بعد سنه مش قبل سنه. ان شاء الله ربنا يعيد الايام دي على خير لينا وليكم باذن الله. ندخل في الموضوع على طول. وحشتوني. دي تقريبا اطول اجازة اخدها من اول ما فتحت القناة دي. اول اجازة تبقى طويلة بالمنظر ده، بس انا بصراحة اخدتها كده بمزاجي. خلاص انا حسيت ان انا عايزة اعمل ستوب شوية، لان انا فعلا كنت محتاجة الاجازة دي اريح دماغي ومفكرش في اي حاجة. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يا رب تكونوا بخير. بس بجد ده اسرع رمضان عدى على اي انسان. انا اي حد بساله بجد من اسرع السنين. يعني السنه اللي فاتت كنت بقول ان رمضان عدى بسرعه قوي، لا ده السنه دي كان خفيف الحمد لله. رغم الغلا ورغم الضيقه اللي الناس فيها والغلب اللي احنا فيه، بس بصراحه من اسرع السنين اللي فات فيها رمضان. وكله الحمد لله، يعني الحمد لله على ما اعتقد ان اتسطرت مع ناس كتير قوي. والحمد لله كان في بركه من ناحيه كل حاجه. يعني الحمد لله ربنا بس يا رب يتقبل منا اللي عملناه في رمضان. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله يعني ختمت المصحف الحمد لله. وده تاني سنه ليا ان انا السنه اللي فاتت ختمت المصحف والسنه دي ختمه واحده، وده بالنسبه لي انجاز كبير. بس احافظ عليه. عايزه ان انا احتاج ان انا بس احافظ على مسكه المصحف. وان ان شاء الله حتى يعني صفحه واحده في اليوم، او مثلا نص جزء في اليوم او ربع جزء، بس اداوم. يعني فاهمين؟ ربنا بيحب الحاجه اللي هو العمل القليل بس اللي فيه استمرار، على انك تقعدي تقولي ان انا يعني مثلا هختم كل اسبوع او هختم كل شهر مرتين او 3 وما تقدريش ان انت تكملي. لا، هو حاجه بسيطه بس انت دومي عليها. وده بصوا مقياس في كل العبادات. يعني ان شاء الله حتى بس مثلا بالليل لو انت عايزه تصلي قيام ليل، ما تقوليش ان انا هصلي بال 12 ركعه وبال 14 ركعه مره واحده. ان شاء الله هي حتى ركعتين كل يوم، بس ان انت تواظبي عليهم. المهم انا كنت عايزه اتكلم في الفيديو ده في حاجات كتير قوي. يا رب مخي بس ان هو يساعدني ان انا اقدر افتكرها. عايزه اقول لكم ان انا بنسى كتير قوي قوي الايام دي. بنسى بطريقه انا نفسي مش متخيلها. يعني انا عن نفسي ما كنتش بنسى بالطريقه دي. انا ما كنتش بحتاج منبهات او بحتاج ان انا ان انا اعمل تذكير على الموبايل او اي حاجه باي ميعاد مهم في حياتي. عايزه اقول لكم ان انا نسيت التطعيم بتاع ايلا بتاع ال6 شهور. يعني عدى ال6 شهور واحنا اهو في شهرها الثامن. يعني هي عندها 8 شهور او ماشيه في الشهر الثامن، وانا نسيت التطعيم بتاع الشهر السادس. مع ان انا يعني عندي بنتين قبل كده وعمري ما نسيت الميعاد ده. عمري استحاله انسى التطعيمات الاساسيه بتاعت الشهور، لكن مش عارفه ازاي بصراحه نسيتها وتاهت عن بالي.
لسه فاكرة الموضوع ده النهاردة او دلوقتي من شوية قليلين، فعايزة اسأل او اي حد يفيدني. طب انا كده هل هياخد التطعيم ولا هو كده راح عليها؟ طيب ولو انا اخدته هيبقى التطعيم الشهر اللي جاي اللي هي بتاع الشهر الثامن اصلا، هناخده ازاي؟ ولا برضو هيتأجل وحاجات كده حوارات في دماغي بصراحة مش مستوعبة انا نسيت ازاي. تاني حاجة مبسوطة بيها يعني اللي بجد مستنياه ان الساعة هتتغير ان شاء الله يوم 26، 26/4، والنهار بقى هيبقى طويل وهعمل فيه حاجات كتيرة قوي. بصراحة موضوع النهار ان هو بيبقى قصير والليل طويل بينفعني برضو عادي، يعني ممكن اشتغل بالليل عادي وكل حاجة، بس لا، لما بيبقى النهار طويل فعلا بتقضيه مصالح كتير جدا. ما بيبقاش فيه الصربعة بتاعة النهار اللي تحسيه ساعتين تلاتة وما بتلحقيش تعملي حاجة، يا دوب هو كل النهار ان انت بس بتجهزي غدا مثلا او حاجة، وبعدين بتلاقي الليل دخل عليكي فهتكسلي تكملي وحاجات زي كده. وخصوصا الناس اللي ما بتحبش تشتغل بالليل هينفعهم قوي حكاية النهار، والحوار ده حلو قوي. انا مستنية النهار يبقى طويل علشان في حاجات كتيرة ان شاء الله مخططة لها، ونظام كده هيبقى نظام حلو قوي هتشوفوه ان شاء الله في خلال الفيديوهات. من اكتر الحاجات اللي بتزعلني بجد ان انا الحاجات بتاعت رمضان الزينه والحاجات دي وانا بشيلها بحس ان انا بفارق حاجه كبيره قوي. الموضوع ده يا ريت فعلا كل السنه رمضان ليها بهجه وليها روح حلوه، واليوم نفسه ليه بهجه وليه روح حلوه ولطيفه كده، بتحسي ان اليوم غير اي يوم، غير الايام العاديه خالص. مع ان انت ما بتعمليش حاجه جديده، يعني هي ممكن يكون بس فطار المغرب اللي هو كانه غدا بس متاخر شويه، لكن لا، بيبقى ليه روح يعني تانية خالص. وسبحان الله يعني عشان كده ربنا خلى ليه زهوة، وان هو بس يبقى شهر واحد في السنة علشان احنا نحس بالزهوة دي ونحس باللطافة والروحانيات اللي بتبقى موجودة في رمضان بس. حاولت ان انا بص هو كل حاجه بتبقى بس الديكورات فاللي هو والحاجات اللي زي دي حاولت ان بتبقى انا في اشيلها، لانه يعني في حاجات كده معينه انت مثلا تحطيها في رمضان هتيجي رمضان اللي بعده هتيجي تحطيها وتكونيش حطاها بقيه السنه فهتحسي بتجديد. يعني خلوا مثلا كام حاجه كده تبقى على جنب، لا هم دول خاصين برمضان مثلا بس، فاهمين؟ على الرغم من الحاجات السنه اللي فاتت كانت غاليه قوي، بس الحمد لله مش اغلى من السنه دي، ريحني الموضوع ده السنه دي قوي. انا تقريبا السنه دي ما اشتريتش اي حاجه غير حاجات بسيطه قوي قوي. بصراحه الاسعار ما شجعتش اي حد ان هو يجدد اي حاجه، وحتى في العيد برضو ما اشتريتش اي حاجه. يعني بصوا الحاجات اللي عندي جددت بيها واللي هو حمدت ربنا وخلاص على كده. نظفت الريسبشن كويس وشلت السجاد وشلت كل حاجه، لانه عايزه اقول لكم طول رمضان السجاد بتاع الريسبشن والصاله الصغيره كانوا محطوطين، ما شلتهمش خالص من تنظيفه قبل رمضان لحد بعد رمضان تقريبا. وده طبعا يعني بالنسبه لي غريب ان يقعد شهر السجاد محطوط على الارض. انا بكنس بالمكنسه مثلا وبلمع الارضيه كده اللي هي ما فيهاش سجاد، فالموضوع ده بالنسبه لي غريب. كنت بشيل السجاد بتاع باقي الشقه، لكن المنطقه دي بصراحه السجاده الكبيره نزلت تحت السفره، وكان النظام الاولاني ما كانتش بتنزل تحت السفره ولا حاجه، فكان مكسلني بطريقه فظيعه. لانه ان انت تشيلي سجاد يعني فاهمين، يعني ده ليه ميزه ان لو ان انت عندك السجاد قصير واللي هو يا دوب انت حطاه على الحتت اللي هي ما فيهاش اساس خالص، ده بالنسبه لك هيبقى سهل ان انت تشيلي كل يوم زي ما انا كنت بعمل بشيل كل يوم. لكن لما السجاده جت تحت السفره منعتني تماما ان انا اشيلها، لان اصلا اللي فرشها معايا جوزي ونزلها لي تحت السفره، فانا لوحدي مش هيركليز يعني ما عرفتش ان انا اشيلها تاني. بس حتى يعني زي ما بقول لكم رمضان ليه بسم الله ما شاء الله ليه بركه كده، كمان ليه يعني ليه حاجه كده بحسها ان الشقه ما بتتوسخش، ما تسالونيش ازاي. ف... فما كانش ليه احتياج ان انا اشيل السجاد، او ان انا ما شفتش لدرجه ان انا السجاد عايزه تتشيل علشان اشيل التراب وكده، لا ما لقيتش ان مش مستاهله ان انا يا دوب المع بس واكنسها بالمكنسه الكهرباء بس مش اكتر، فاهمين؟ يا دوب لمعت كده الرخامات تمام ودخلت على المطبخ. كان بصوا عايزه اقول لكم انا بتخض من منظر المواعين دي، انا مش فاهمه ان كميه الكوبايات والاطباق وعايزه اقول لكم برضو ان انا يعني عايزه اقول المواعين دي كانت بتتغسل ازاي. بجد والله اليومين اللي فاتوا دول انا كنت بجمع كل المواعين وبغسلها بعد مثلا اخر اليوم خالص، فبلاقي ان كميه مواعين رهيبه. لا والكوبايات انا بحس بتتجمع عندي بطريقه فظيعه. يعني انا مثلا هي كوبايه مثلا بتبقى هي اللي بنشرب بيها، ليه كميه الكوبايات دي؟ وكوبايات قهوه وكوبايات شاي وكوبايات ميه وكوبايات عصير، بصوا حاجات بتبقى فعلا فظيعه. طيب انا ابتديت ان انا احاول ان انا اروق حواليا، واكتر حاجه بتساعدني على الموضوع ده ان انا الم كل المواعين
وايه انظمها بقى. وانظمها ازاي؟ اللي هو اخلي الكوبايات لوحدها، المعالق لوحدها، الاطباق لوحدها، لو في حلل لوحدها، وبعدين ابدا اغسل وهم متنظمين تمام. وبعدين بقى الصينيه الكبيره دي واصفي عليها المواعين. ده برضو من الموضوع المنجز بالنسبه لي. الحاجات المطبقيه والرشاقه اللي هي البلاستيك اللي بنصفي على المواعين مش نافعاني تماما. عندي كذا رشاقة بلاستيك بس اللي هو بتبقى محطوطة على الحوض، بس ولا واحدة فيهم نفعتني خالص. خلصت بقى المواعين وابتديت ان انا ايه عايزة اجهز غدا بسرعة بسرعة. كان عندي طبق دبابيس، غسلتهم بقى كويس بالليمون وبالملح، وبحط ورق لورا، وبحط حبهان في المية اللي انتي بتغسلي فيها. برضو لو عندك عود قرفة ممكن تحطي فيها. الحاجات دي بتفرق والله العظيم. الحاجات دي بتخليش اي ريحة زفارة في الفراخ تمام. وممكن يعني تستغني عن الخل، لان اتضح لي في فتره اخيره ان الخل هو اللي بيزيد الفراخ زفاره. فانت ممكن تستغني عن الخل تماما. هو الليمون والمنكهات اللي هي الصحيحه زي ما بقول لك، حبهان ورق لورا قرفه، حطي ملح، اغسلي بطحينه بتقضي على الزفاره تماما. وبس خلاص نقعتهم كده. عبال بس ما اعمل ايه البصله. عندي هنا بصل وفلفل، ممكن ما يبقاش حامي بس انا عندي الفلفل حامي ده بس. بقطع كده البصل جوانح تمام، وبقطع عليها الفلفل. حطي بقى التوابل بتاعتك، الملح والفلفل الاسود، عندي كمان بابريكا، عندي توم باودر، بصل باودر، عندي كاري، البهارات المتاحه عندك يعني. ممكن تحطي 7 بهارات، اي حاجه من بهارات عندك، بهارات فراخ تمام. بس اللي انا ما بستغناش عنها والسر اللي بيديلي طعم الفراخ كده حاجه حلوه وتحسي ما فيش اي ريحه زفاره، وزائد ان هي بتخلي ريحه الفراخ جميله قوي قوي، هي القرفه المطحونه. دي انا ما بستغناش عنها نهائي. ادي الفلفل الاسود، ادي الملح، البابريكا، الكاري تمام، وبهارات الفراخ بصل باودر وتوم باودر. وكان عندي اخر حبه بابريكا، هما اللي حطيتهم من الكيس كانوا اخر شوية عندي. وخلاص كده فينش البهارات عندي كده تماما خلصت. ان شاء الله بقى انزل عند العطار ونجيب. عندي دلوقتي ال الملح تمام. تحطي بقى معلقة ملح محترمة كبيرة علشان الفراخ تبقى متبلة كويس قوي. وتعملي الحركة دي بتتبلي البصل بايديكي. لازم الحركة دي انا بعملها في كل انواع الفراخ اللي انا بحطها مثلا في الفرن، او لو اي حاجة مثلا فيها بصل وبهارات بعمل الحركة دي تمام. هنا الدبابيس اتغسلت واتصفت كويس، وندعكها بقى بالخلطة بتاعتك دي كويس قوي قوي. وبعدين بتحطي بقى عصير الطماطم بتاعك، وبيبقى احلى غدا. تعملي جنبه رز ابيض، مكرونة، اي حاجة. ده روتين خفيف كده ان شاء الله باذن الله. نسخن بقى للفيديوهات اللي جايه، واشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد. وندخل بقى صينيه الفراخ دي تبقى ايه فرن سخنه، وبتاخد لها غلوه محترمه، وبتهدي عليها النار، وبعدين بتفتحي عليها الشوايه وبتاكلي احلى صينيه فراخ. ويا سلام لو حطيتي عليها بطاطس كمان بتبقى حلوه قوي قوي. ممكن كمان تاخدي الصوص اللي بينزل من الفراخ بعد ما تستوي، وبتحمري مكرونه تمام، وبتنزلي عليها بالصوص ده، بيديكي احلى مكرونه محمره ممكن تدوقيها في حياتك تمام. وخصوصا الفلفل الاخضر بيدي طعم حلو قوي 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 للفراخ، بيدي طعم حلو قوي للمكرونه يعني. معاكي كل حاجه. وان شاء الله باذن الله اشوفك في الفيديو اللي جاي. باي باي.